نكمل مع بعض حل أسئلة وتدريبات المستويات العليا من مذكرتنا على الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، درس الإخراج والاتزان الداخلي. بفكرك تاني لو لسه جديد في القناة، فإحنا عاملين نظام اشتراك. الاشتراك ده بينزل ليك المذكرات اللي احنا بنشرح منها وبنحل PDF، وكمان بتنزل لك محاضرات الشرح وورق الشرح. يا ريت لو عاوز تنضم وتشترك معانا هيظهر قدامك الرقم. وصل معانا. سؤال رقم 14 يوضح الشكل التخطيطي التالي: تركيب جزء من أنبوب كلوي وشبكة الأوعية الدموية المرتبطة بالكبيبة. الكبيبة اللي هو الجزء ده نعمله بلون مختلف علشان يبقى باين الجزء ده. تمام. ادرسه جيدا ثم أجب: أي من المواد التالية عادة ما توجد في المواد المترشحة عند إكس؟ عند إكس. طيب هو كده بيكلمنا عن إيه؟ عن عملية الترشيح اللي بتعملها الكلية. تمام يا أستاذ. هل في عملية الترشيح دي الجلوكوز بيبقى موجود؟ أيوه، الجلوكوز بيبقى موجود. طب وبالنسبة لليوريا بتبقى موجودة؟ بتبقى موجودة اليوريا. يبقى هنختار د. الجلوكوز بيبقى موجود واليوريا بتبقى موجودة. أي نعم، الجلوكوز في عملية إعادة الامتصاص بيتم إعادة امتصاص معظم الجلوكوز، ولكن بيبقى هو موجود في السائل الذي تم ترشيحه، هو واليوريا. ندخل على السؤال رقم 15. ادرس الشكل المقابل جيدا ثم أجب: أي مما يلي يمثل العملية X؟ هي فين العملية X؟ العملية X سهم من النبات رايح للحيوان. يعني إيه؟ يعني كده في انتقال للطاقة، في انتقال للغذاء. الحيوان بيتغذى على النبات، صح كده؟ يبقى دي على طول عملية التغذية. التنفس غلط طبعا، البناء الضوئي غلط، والتحلل غلط. سؤال رقم 16. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح جزءا من دورة الكربون بالطبيعة ثم استنتج ما الأرقام التي تشير إلى عملية التنفس الخلوي. تمام يا أستاذ. التنفس الخلوي يعني إيه تنفس خلوي؟ تنفس خلوي يعني هيكون من ضمن النواتج الخاصة بانطلاق ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. ده من نواتج عملية التنفس الخلوي. احنا متفقين على الكلام دوت. نشوف كده رقم 4. نلاقي رقم 4 عبارة عن إيه؟ مركبات الكربون في الحيوان بترجع تاني إلى الغلاف الجوي على هيئة طبعا ثاني أكسيد كربون، على هيئة غاز. يبقى رقم 4 دي أقدر أعتبرها تنفس خلوي يا أستاذ. نشوف بعد كده إيه تاني. مركبات الكربون في النبات لما بيحصل تنفس خلوي اللي هو حرق للجلوكوز، بينطلق ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي زي ما احنا شايفين. السهم بيطلع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من مركبات الكربون في النبات. يبقى ده برضو تنفس خلوي. يبقى هندور على 4 و2. فين هنا 4 و2؟ هنلاقي الاختيار الصحيح هو الاختيار ج. سؤال رقم 17. في الشكل المقابل ماذا يمكن أن تمثل الكائنات س وصاد؟ س وصاد. طيب الكائن س بيعمل إيه؟ الكائن س بيأخذ النيتروجين ويثبته في التربة وفي جذور النباتات. يبقى دي بكتيريا مثبتة. بكتيريا إيه؟ بكتيريا مثبتة. طب صاد؟ صاد بيرجعه تاني لإيه؟ للغلاف الجوي. صاد ده عكس س، بيرجعه من التربة إلى الغلاف الجوي. تمام. ندور كده في الاختيارات. هل س دي بكتيريا أو كائنات محللة؟ س دي كائنات محللة؟ لا يا أستاذ، دي بكتيريا. بكتيريا مثبتة للنيتروجين. طب بكتيريا محررة؟ لا، مثبتة وليست محررة. كائنات منتجة؟ ليست كائنات منتجة. البكتيريا ليست كائنات منتجة. الطحالب كائنات منتجة، النباتات كائنات منتجة، إنما البكتيريا ليست كائنات منتجة. طب ده آخر حاجة بكتيريا مثبتة. تمام، س هتبقى فعلا بكتيريا مثبتة، بتثبت نيتروجين الغلاف الجوي أو الهواء في التربة. طيب صاد بكتيريا محررة؟ أيوة فعلا، حررت النيتروجين من التربة وأعادته تاني لإيه؟ للغلاف الجوي. يبقى د هي الإجابة الصحيحة. سؤال رقم 18. أي الوظائف الحيوية التالية لا يدخل فيها الفوسفور بصورة مباشرة؟ بيدخل الفوسفور في تكوين العظام
وبناء الأحماض النووية DNA و RNA وإنتاج ATP. إنما تكوين الكربوهيدرات دي لا يدخل فيها الفوسفور بصورة مباشرة. أي الأشكال التالية صحيح في حالة تعرض الجسم لجو حار؟ طالما في جو حار يبقى معدل العرق هيزداد مع الوقت. ليه؟ علشان يرطب الجسم، علشان يحافظ على درجة حرارة الجسم. تمام. لما معدل العرق يزداد طبعا البول هيقل. يبقى نختار كده، خلي بالك العرق اللي هو باللون الأحمر العرق هيزداد. هنلاقي العرق بيقول لك بيزداد ولكن في نفس الوقت البول بيزداد، يبقى دي غلط، المفروض يبقى العكس. طب بيقول لك العرق بيزداد ثم يقل مع الوقت، ومعدل البول ثابت. لا، غلط. ألف نفس الحكاية، بتقول لك إن معدل العرق هيزداد ومعدل برضو البول هيزداد، يبقى غلط. جيم هنلاقي بيقول لك هنا إن معدل العرق بيزداد مع الوقت والبول بيقل مع الوقت في الجو الحار، يبقى جيم هي الإجابة الصح. سؤال رقم 22. أي الأعضاء التالية مسؤول عن التخلص من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء؟ ثاني أكسيد كربون وبخار ماء، طالما سمعت كلمة ثاني أكسيد كربون يبقى على طول الرئتين. فين هنا الرئتين؟ هتلاقي ألف هي الرئتين. جيم غلط، جيم دي الكليتين، دال ده الكبد، وب دي بتمثل الجلد. سؤال رقم 21. إذا كان لديك عضوان للإخراج س وصاد، س عضو يعمل على تنقية الدم من الفضلات السائلة، يبقى دي على طول الكلى. طب وصاد عضو يعمل على تنقية الدم من الفضلات الغازية، دي الرئة. فأي مما يلي يمثل س وصاد على الترتيب؟ س الكلية، صاد الرئة، يبقى الإجابة الصح هتبقى د. سؤال رقم 22. جميع المواد التالية يتم تكوينها بالكبد ما عدا إيه؟ اليوريا يتم تكوينها بالكبد، الجليكوجين يتم تكوينه بالكبد، البيليروبين يتم تكوينه بالكبد، إنما السليلوز إحنا ما سمعناش عنه في الكبد. أنت سمعت عن السليلوز بيتكون في الكبد أو الكبد ليه دور في تكوين السليلوز؟ لا طبعا. إنما سمعنا عن اليوريا، إن الكبد بياخد الأمونيا ويحولها إلى يوريا. سمعنا عن الجلايكوجين بيخزن في الكبد والعضلات. سمعنا عن البيليروبين طبعا بيتكون لما الكبد يقوم بتفكيك الهيموجلوبين الناتج عن تحلل خلايا الدم الحمراء القديمة، وبينتج في هذه العملية بينتج البيليروبين. ندخل على 23. الجدول التالي يوضح مقارنة بين بعض خصائص الكلية الصناعية والكلية الطبيعية. ادرسه جيدا ثم أجب. أي الاستنتاجات التالية صحيح؟ طب نشوف الأول الجدول ده بيقول لك أنا معايا الكلية الطبيعية والكلية الصناعية. الكلية الطبيعية بيبقى الترشيح فيها مستمر، إنما الكلية الصناعية بيكون الترشيح فيها بشكل دوري. يعني ايه يا مستر بشكل دوري؟ يعني كل اسبوع مرة مثلا، كل اسبوع المريض بيروح على المستشفى علشان يعمل غسيل كلى. كل قد ايه؟ كل اسبوع، يبقى بشكل دوري. انما انت الكلى معاك الكلى السليمة بتعمل ترشيح بشكل مستمر، مش كل اسبوع مرة او كل اسبوع مرتين، لا دي كل يوم، كل ساعة، وكل ثانية. طب التحكم الهرموني، قال لك في الكلى الطبيعية بيكون التحكم الهرموني موجود، الهرمونات لها دور في التحكم في الكلية أو وظيفة الكلية. إنما التحكم الهرموني بيبقى غير موجود في الكلية الصناعية، وده طبيعي لأن الكلية الصناعية بتكون حاجة مصنعة مش من ضمن الجسم، فمش هيكون للهرمونات تأثير عليها. نستنتج من كده أن الكلية الصناعية أكثر كفاءة؟ لا طبعا، الكلام ده بيقول أن الكلية الصناعية ليست أكثر كفاءة. الكلية الطبيعية أدق في الاتزان، طبعا أدق في الاتزان لأنها تعمل تحت تأثير هرموني وتحكم هرموني. الكلية الطبيعية والصناعية لا فرق بينهما. إزاي لا فرق بينهما؟ طبعا الطبيعية أفضل من الصناعية. الكلية الصناعية تقوم بالإفراز الهرموني، برضو غلط.
سؤال رقم 24، أي مما يلي يوضح العلاقة بين معدل حدوث عملية البناء الضوئي وكمية ثاني أكسيد الكربون في الجو؟ يا ريت طبعا نكون بنحل كل سؤال قبل ما نشوف الإجابة. عملية البناء الضوئي بتقوم على استهلاك ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الغلاف الجوي، وبالتالي كلما زاد معدل عمليات البناء الضوئي، إيه اللي هيحصل؟ هيزداد معدل استهلاك ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وبالتالي العلاقة هتكون علاقة عكسية. لما تزداد عملية البناء الضوئي هتقل كمية ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. سؤال رقم 25، العبارات التالية تعبر عن بعض خطوات دورة الفوسفور في الطبيعة دون ترتيب. أي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لهذه الخطوات؟ بيقول لك رقم 1 امتصاص النباتات لأيونات الفوسفات. رقم 2 تفتت الصخور بفعل العوامل الجوية. رقم 3 تغذية بعض الحيوانات على النباتات. أولا كده يا أستاذ، اللي بيحصل في الأول اللي هو رقم 1، المفروض هيجي إيه؟ تفتت الصخور بفعل العوامل الجوية اللي هي عملية التجوية، يبقى 2. بعد كده بيحصل امتصاص النباتات لأيونات الفوسفات اللي موجودة في التربة بعد ما يحصل تفتيت طبعا للصخور، يبقى يجي بعديها رقم 1. وآخر حاجة الحيوان هيتغذى على النبات اللي هو رقم 3. يبقى 2 1 3. فين 2 1 3؟ الإجابة الصحيحة هي الإجابة د 2 1 3. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. أشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.